وزير الخارجية. هنالك تحرك عراقي لتقديم النصح للقيادة السورية بقبول المبادرة، ليس أكثر من هذا. وأعتقد أن السوريين وصلوا إلى اللحظة التي ينبغي أن يقولوا فيها نعم سوف نوقع كما قال وزير الخارجية. لماذا تحرص سوريا على أن تعطي الفضل للعراق إذن وللرئيس مالكي بالتحديد؟ ولم تعطي هذا الفضل، ولم تقل بذلك أبدا، ولم يجي للحديث عن مصادف أن تأتي هذه متعاقبة؟ أنا لا أعرف كيف جاءت متعاقبة. كان الحديث مستمر بين الجامعة العربية وبين سوريا، ولم أسمع من أي جهة سورية أنه أشاد بفضل المالكي أو العراق بأي مبادرة من هذا القبيل لكي يدفعوا إلى التوقيع. لم أسمع بهذا إلا إذا أنت كنت سمعت بهذا يعني. إلا إذا ربطت بما يجري بين سوريا وإيران والعلاقة بين إيران والمالكي. يعني هذا باب آخر. يعني العلاقة بين سوريا وإيران هذا واضح، يعني لا يحتاج لتفسير أو توضيح من أحد. العلاقة يعني بين المالكي وإيران، دعني أقول لك، يعني أنت قرأت وجهة نظري فيما يتعلق بالمالكي ونزعاته بالهيمنة وإلى آخره، ولكن حينما يدور الحديث عن علاقة المالكي بإيران كما لو أنها علاقة تبعية بالصيغة التي تقال، أنا أعتقد هذه يعني إثقال ليس في واقع الحال بهذا المعنى. أما هنالك تأثيرات وتأثرات، نعم أنت تعرف أن الاستقطاب العربي والإقليمي جعل من مثل هذا التأثر والتأثير واقعي، لأن هنالك جهة أخرى تدفع باتجاه آخر. يعني هل تعتقد أن العالم العربي بكله والإقليمي بتركيا هو لا يدفع باتجاه معين طائفي أو مذهبي كما تريد أن تقول؟ هذا واضح. يعني في ظل هذا المناخ هل يمكن أن يبقى العراق وهو المتزعزع بمنأى عن صدام أو أن يكون مسرحا لهذا الصدام؟ يعني أنا يعني لا أتوقع مثل هذا، لأن العراق ليس صومال وليس أثيوبيا وليس أي دولة أخرى من الدول التي يمكن أن يصبح يعني هش وضعيف بحيث العامل العربي والدولي يلعب فيه. أنا أعتقد في اللحظة التي يجري الإحساس بالخطر من وجود عامل خارجي يعبث به، أنا أعتقد أن العراقيين سوف يتدبرون أمرهم وسيقفون في مواجهة مثل هذا الخطر. إلى أي حد ترى أن التدخل الإيراني مؤثر وحاسم مع الرئيس مالكي عندما تشير بأنه يعني منه بالقدر الذي يتهم به؟ لا يا أخي، شوف، يعني